حبك لمخلوق يبدأ كبيرا ثم يتناقص تدريجيا. حبك للخالق يبدأ كبيرا ثم يتزايد تدريجيا. حبك لبشر مجلبة للألم، وحبك لله سبحانه وتعالى مجلبة للبهجة ثم الجنة. حبك لإنسان يموت برحيل أحدكما. حبك الحي القيوم يستمر ببقاء الباقي سبحانه وتعالى. إذن الفوارق العظيمة بين حب الخالق وحب المخلوق. الخالق سبحانه وتعالى عطاء مطلق، يحبك كيفما كنت ولو أذنبت مليون مرة، ربك عظيم لأنه هو اللي خلقك دائما يحبك. أما المخلوقين عند أول خطأ يضخم هذا الخطأ، ينشره بين الناس ثم يجافيك نهائيا. هل معنى هذا الكلام أن نذهب ونعيش في كهوف ونترك نسائنا وأولادنا وجيراننا وأهالينا؟ لا 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 لا، أبدا أبدا أبدا. معنى هذا الكلام أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الأول في قلبك، الحبيب الأول، الله سبحانه وتعالى، لأنه يحبك أكثر من كل المخلوقين. الحب يصنع المعجزات.